السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في حلقة جديدة من باذن الله تعالى. قبل البداية والنهاية لا ننسى دوما الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. احب اقول لك حلقة كما قال الكتاب، يعني اخبار صفقات تلاقي، ماتشات تلاقي، اسعافات وحركات تلاقي، انعاش برضه هتلاقي. لو عايز اتيلا الفهولك واجيبهولك تلاقي برضه، مش هقول لك لا. ارقام تاريخيه وهتلاقي. فاحب اقول لك ان حلقه ناريه وبتتصور في وقت ماتش ريال مدريد، فعايزك كده ايه يعني ادعم، يعني سايب الماتش عشان اصور لك، اضرب اللايك. طيب نبدا على طول كده في الاحداث الغريبة. أول حاجة رقم تاريخي حطمه إمام عاشور، يعني هو رقم التاريخي إن هو جاب هاتريك، مش بس كده، وغير طبعا الأرقام اللي هو عامل 30 مساهمة في 63 مباراة مع النادي الأهلي، ده طبعا رقم كبير جدا. لكن برضه مش ده الرقم التاريخي، إن إمام عاشور أصبح ضمن قائمة اللاعيبة اللي جايبة هاتريك في دوري أبطال أفريقيا في النادي الأهلي، ضمن العشرة الكبار. امام عاشور برقم 10 في القائمه دي. القائمه دي فيها مين؟ احب اقول لك القائمه دي فيها العظماء كبار واساطيره النادي الاهلي: ابو تريكه، الكابتن محمود الخطيب، زكريا ناصف، وعندك بقى خالد بيبو، وعندك اساطير. بقول لك اساطير النادي الاهلي سيادتك. فانت يعني عشان ايه ما تستقلش باي حد يبقى موجود في النادي الاهلي، وما تستقلش باي حد يلعب بتشيرت النادي الاهلي. بس امام عاشور وصل لمستواه اللي احنا عايزينه، ولسه عنده افضل من كده. طيب الزمالك بيرد على النادي الاهلي بثلاثيه مقابل هدف. بص السيناريو نفسه هو بيتعاد، لكن يعني في تعديل بسيط. الماتش اللي فات بتاع النادي الاهلي امام عاشور جاب هاتريك، جاب 3 اهداف. الماتش ده نادي الزمالك ما جابش هاتريك، لكن في لعيب حسام اشرف جاب هدفين، وزيزو جاب هدف في ماتش بصراحه قوي. نادي الزمالك عمل ماتش قوي جدا على فرقه تعبانه برضه زي استاد ابيجان، لكن استاد ابيجان اقوى شويه. لكن يعني ايه المباراه، انا شفت ان في خطوره على مرمى نادي الزمالك، ايه ده ايه، ويدخل هدف في نادي الزمالك بعد هدفين حسام اشرف. ان انا قلت ان اللاعب ده لازم ياخد فرصته يا جماعه. ده عندك جوميز ما كانش بيخليه يشم الملعب، واللاعب ده كان من هدافين الدوري المصري. فانا مش فاهم برضه، لكن الحمد لله ان هو خد فرصته مع نادي الزمالك. لكن بقى سيبك من كل الاهداف، ان هو برضه الواد خارج بصراحه جايب اهداف عالميه. لكن الهدف بتاع زيزو بتمريره مين؟ الاباتشي كابالا عامل تمريره يا جدعان، اقسم بالله تدرس. انا من الناس اللي بقول لك عليه خلاص ميت وبتاع، بس تمريرته جامده، يعني خلى زيزو هو الجون، قال له يا باشا عاملها له بالسنتي، وزيزو جري شويه يعني بص لف الحارس في شاش، وبعد كده راح حاططها في المرمى. بجد برافو نادي الزمالك، عمل ماتش قوي جدا وتصدر مجموعته باكتساح. طيب ده نادي الزمالك. احب اقول لك النادي الاهلي يتاهل رسميا الى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. اتاهل رسميا وخرج من المجموعه، وبسبب مين؟ بسبب فوز اورلاندو بايرتس على شباب بلوزداد النهارده، وهو ده اللي حسم الامر نهائيا. النادي الاهلي رسميا تاهل من المجموعه. هل بقى هيتاهل رقم 1 ولا رقم 2؟ هو حاليا رقم 2، لان اورلاندو بايرتس معاه 11 نقطه من 5 مباريات، النادي الاهلي معاه 10 نقط من 5 مباريات. الماتش القادم ما بين النادي الاهلي وبين اورلاندو بايرتس في القاهره هو ده اللي هيحسم الامر نهائيا. هو ده اللي هيقول لك النادي الاهلي هيبقى اول ولا تاني. وانا طبعا افضل، وانتوا كلكم تفضلوا النادي الاهلي يصعد اول، لان احنا لو صعدنا اول هنلاعب التواني، لكن لو صعدنا تاني هنلاعب الاوائل وهنصعب الموضوع على نفسنا. احنا ليه نصعب الموضوع ما دام بامكانك ان انت تكسب اورلاندو وتبقى تصعد رقم 1 اول. طيب ندخل على حاجة تانية برضو معانا النهاردة، وهو عرض سعودي نجم النادي الأهلي. عرض سعودي للاعب الخطير، اللاعب اللي مستواه ثابت طول فترة طويلة جدا، واللاعب اللي ما تسمعلوش صوت، وما بتسمعش ان هو عمل مشكلة في أوضة اللبس، ما يسمعلوش ان هو عمل اي مشكلة عامة. بص هادي، ما بيعملش مشاكل، كل حاجة زي ما انت ما عايز تقول قول. بتكلم على مين؟ بتكلم على مين؟ طبعا هو في غيره؟ مروان عطية من افضل اللعيبه اللي دخلت النادي الاهلي في الفتره الاخيره، بل
هو افضلهم، هو وسام. يعني هو وسام يعني ما تضايقهاش بقى، ما تضايقهاش عليا. والله الماتش ريال مدريد بدأ اهو. طيب احب اقول لك مروان عطيه احمد يحيى وكيله جاب له عرض سعودي قوي جدا، وبلغ العرض ده لاداره النادي الاهلي، قال لهم في عرض سعودي جيد وجاد لمروان عطيه. قالوا له بكام؟ قال لهم 3 مليون دولار، رقم مبدئي، يعني ممكن يوصل ل4، ممكن يوصل ل5، ممكن يوصل 3.5 كده، يعني على حسب، هو رقم مبدئي يعني في تفاوض. المسؤول البارز في النادي الاهلي قال له نو، شط اب، مفيش، ما عندناش صفقات للبيع، بالذات لو مروان عطيه حرفيا شايل فرقه، يعني شايل خط وسط. بدون مروان عطيه في الفتره الحاليه، وبالذات انت داخل على كاس عالم، يعني اكنك مش لابس، ما عندكش خط وسط اصلا. ده حاجه بجد، يعني مروان عطيه لا شايل كتير جدا في النادي الاهلي، ولاعب مستواه ثابت، وده قليل جدا لما بتشوف لاعب مستواه ثابت. فطبعا رفضنا العرض، وطبعا النادي الاهلي وعد وكيل مروان عطيه اللي هو احمد يحيى، قال له بنوعدك ان هيتم تعديل عقد مروان عطيه، وهيبقى من صاحبي الدرجه الاولى، هيبقى رقم من لعيبه رقم 1. طيب حاجه برضو مهمه وتزعل وتحزن، عوده بيراميدز من الموت. زي ما انت ما سمعت كده، نادي بيراميدز كان عنده مباراه امبارح مع سجادة الانغولي، واللي حصل ان بعد طبعا اقلاع الطياره، هو بص المشوار من هناك لهنا تقريبا 10-11 ساعه، بعد اقلاع الطياره بساعتين الطياره لفت ورجعت تاني. ليه؟ بسبب مطبات هوائيه، بسبب ان الجو كان غريب جدا، واللعيبه بقى مش عايز اقول لك شكل اللعيبه كان عامل ازاي في الطياره. اللعيبه يعني ايه، يعني حاله انهيار تام، انت في الهواء متشعلق في الهواء، مش عارف تعمل حاجه، وتشوف بقى اللعيبه اللي طاير، واللي مش عارف ماسك في الكرسي، واللي مغمى عليه. يعني احب اقول لك شكل يعني ما تمناش ان حد يشوفه. طيب اللي حصل ان هم رجعوا تاني، واحب اقول لك ان في لعيبه منهم في المستشفى، في لعيبه في المستشفى، ويعني كان قصه كبيره جدا. يعني بعيدا عن ان احنا بننتقد بيراميدز، ايا كان دي لعيبه مصريه او حتى لو مش مصريه، بني ادمين، انسان كده يعني، فاكيد مش هتمنى لهم حاجه وحشه، ربنا طبعا يرجعهم لنا بالسلامه. لكن الموضوع بجد كان صعب جدا جدا جدا. طيب ندخل على حاجه تانية اخيرا معانا عشان ما نطولش عليك، وعشان عايز اسمع الماتش. ان اعتقد ان انت اصلا هتبقى سمعت الماتش بعد الحلقه دي، ان انا ممكن انزلها لك متاخر شويه، او ممكن انزلها بدري، هنشوف. طيب اخر حاجه معانا النهارده، وهو عرض النادي الاهلي لمين؟ لتريزيجيه. انت وصلت لحد هنا ازاي؟ انت وصلت لحد الدقيقه 8 وما حطيتش اللايك؟ يا جدع عيب بقى، والله عيب. انا شمالك خالص، لا عشان اعرف اقول لك الخبر، اوعى تفتكرني صح. انا بقول ايه؟ الحمد لله. طيب اضرب اللايك دعما لمين؟ لاخوك محمد ابو سعيد اللي بيسعى جاهدا ليساعدك. الموضوع بسيط خالص، يضرب اللايك بس. طيب عرض الاهلي لتريزيجيه ده حاجه خبر كويس جدا جدا، وانا من الاخبار اللي بحبها. بحب اقول لك ان تريزيجيه ممكن يجي النادي الاهلي لان هو لعيب قوي جدا، لعيب خطير. احب اقول لك النادي الاهلي قدم او كلم طرابزون سبورت، قال لهم احنا عايزين نشتري تريزيجيه. طالبين فيه كام؟ نادي طرابزون طلب 1,700,000 يورو. طيب عرض النادي الاهلي كام؟ 1,500,000 يورو. النادي الاهلي وايه؟ قسط. يبقى النادي الاهلي ما بيجليش، او ممكن يبقى كاش، بس لسه الموضوع دلوقتي بيتكلم في عقد بيع، يعني بص داخلين في موضوع غريب جدا. مش عارف النادي الاهلي يعني بيتكلم عن صفقات، لكن مش عايز ينهي اي صفقه. احب اقول لك الموضوع بسيط، والموضوع اللي مش فاهم يا جماعه، هو تريزيجيه اصلا النادي الاساسي طرابزون سبورت، هو حاليا معار الى نادي ريان، عشان عارف ان ممكن حد يسال السؤال ده. تمام، هو النادي الاساسي اللي بنتفاوض معاه اللي هو طرابزون سبورت التركي. طيب دلوقتي عرض الاهلي 1,500,000 دولار، لسه هنشوف ايه اللي هيحصل، لكن اللي بشكل مؤكد بنسبه كبيره جدا ان النادي الاهلي هيخلص في تريزيجيه، او ممكن يبقى معانا في بدايه كاس العالم للانديه. ريال مدريد جاب هدف،
شكل مبابي هو اللي جابه والموضوع مولع. طيب ده حلقتنا النهارده، اتمنى من الله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش بقى تعملوا لايك، اشتركوا في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه نهائيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.